السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. حبيبة قلبي طلبت مني البيتزا، بس انا بصراحة مش عارفة اسمها. هي طلبت مني البيتزا، عايزة البيتزا بعجينة هشة وطرية. ان شاء الله فيديو النهاردة هنعمل احلى عجينة بيتزا تكون هشة وطرية زي المطاعم بالظبط. عايزة اقول لكم كمان ان هي احلى اوفر وانضف بكتير. هقول لكم كل الاسرار اللي تنجح معاكم البيتزا وتطلع معاكم بالجمال ده. شايفين عامل ازاي؟ الجبنة كده سايحة وبتمط والعجينة طرية جدا. وكمان هنعمل أحلى وأسرع صوص بيتزا تقدروا إن انتوا تعملوه. شايفين البيتزا يا جماعة بتتكلم عن نفسها. إن شاء الله لو جربتوها مش هتبطلوا أبدا إن انتوا تعملوها. طريقة سهلة وبإذن الله تعجبكم. يلا بينا نروح نشوف الطريقة والمقادير، وما تنسوش يا حبايبي اللايك والاشتراك للقناة. يلا بينا نشوف الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هنحضر صوص البيتزا عشان لازم يكون معانا بارد، عشان ما ينفعش إن احنا نحطه على العجينة وهو سخن. معايا طاسة أو حلة على النار حطيت فيها شوية زيت، ومعايا هنا عصير طماطم ضرباه في الخلاط. يعني جبت 3/4 كيلو من الطماطم، غسلتها كويس وقطعتها وضربتها في الخلاط كده مع شوية مية صغيرين. بعد كده هحط بصلة مبشورة ناعم ومعلقة صغيرة من الثوم. أسرع وأحلى صوص بيتزا تقدروا انتوا تعملوه، أنا ما بغيرش الطريقة دي خالص. هيعجبكم جدا إن شاء الله. بعد كده حطيت معلقة صغيرة من الفلفل الأسود ومعلقة صغيرة من الزعتر. يا ريت ما تستغنوش عن الزعتر، بجد بيفرق أوي في طعم صوص البيتزا، يعجبكم جدا. نص معلقة صغيرة من الملح. الملح ده بقى يكون حسب الرغبة. بقلبه كويس جدا كله مع بعض كده ني في ني. وعايزه اقول لكم ان انا نسيت احط السكر، فحطيت معلقه صغيره من السكر، مهم جدا لانها بتعادل الحموضه اللي بتكون في الطماطم. بقلب بقى كل المكونات مع بعض. النار في الاول بتكون عاليه، اول ما بيغلي معايا بهدي عليه النار وبغطيه وبسيبه لحد ما يتسبك ويتقل ويكون بالجمال اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي ده. عايزه لكم طعمه حلو جدا جدا. شايفين شكله عامل ازاي؟ ولونه احمر وحلو قوي. في ناس بتجيب الطماطم تقطعها مكعبات مع البصل مع الثوم ويحطوه على النار مع شويه البهارات، واول ما بتدبل الطماطم بيضربوها في الخلاط. بس عايزه لكم الطريقه دي بتخلي الصوص لونه برتقاني. ودلوقتي هنحضر عجينه البيتزا. عجينه هشه وقطنيه وخفيفه هتعجبكم جدا جدا. معايا اول حاجه كيلو من الدقيق. ده دقيق لجميع الاغراض اي نوع، نخلاه كويس جدا وبحط عليه رشه من الملح ومعلقتين كبار من الحليب البودرة، يعني 50 جرام. الحليب البودرة فايدته بيخلي العجينة معاكوا هشة وطعمها حلو قوي. بعد كده حطيت معلقتين كبار من الخميرة الفورية أو الخميرة البيرة، يعني 24 جرام. معلقة صغيرة من الزعتر بيدي طعم حلو قوي للعجينة. معلقة كبيرة من السكر وربع كوباية من الزيت النباتي، يعني 50 ملي، ولو عندك زيت زيتون تقدري ان انت تستخدميه. بعد كده حطيت معلقة صغيرة من البصل البودرة ومعلقة صغيرة من الثوم البودرة، هو اختياري بس بيدي طعم حلو قوي للعجينة. قلبت المكونات الجافة مع بعض كويس. بعد كده هنزل عليهم بكوباية ونص من المية الدافية وهبتدي ان انا الم العجينة. بصوا هي لسه العجينة ما لمتش، فهبتدي ان انا احضر معايا نص كوباية مية دافية تاني وانزل بيها شوية شوية لحد ما العجينة تتلم معايا. هي خدت معايا كوبايتين من المية الدافية، يعني 400 مللي، طبعا على حسب نوع الدقيق، لان في دقيق بيشرب سوائل ودقيق لا. العجينة انا عايزاها طرية لكن في نفس الوقت مش بتلزق. كده خلاص العجينة ممتازة. بصوا في الأول هتلاقوها كده منحكشة وبتقطع وشكلها مش حلو. اعجنوها لمدة 10 دقايق على الرخامة، هتلاقوها كده بقى فيها مطة والعجينة نعمت معاكم. الحاجات الموجودة في العجينة دي الزعتر. بعد كده بكورها وبحطها في طبق وبغطيها بكيس وعليها فوطة واسيبها في مكان دافي تخمر. بسم الله ما شاء الله. شايفين العجينة اختمرت وملت الطبق. خدت معايا وقت قد ايه؟ انا خدت معايا ساعة الا ربع. ما اقدرش اقول لكم وقت محدد لان ده بيكون على حسب الجو. كل ما الجو بيكون حر كل ما العجينة بتتخمر اسرع. ويا رب يبعد عننا الحر بقى، احسن احنا خلاص استوينا حر بصراحة. بصوا خرجت من الهواء وعملتها كده زي الرول، وابتدي ان انا اقسمها 4 كور متساوية. انا هعملها على 4 بيتزات. باخد كده كل كورة بكورها وبحطها في طبق وبغطيها بكيس وعليها فوطة عشان بس الوش ما يعملش معاكم قشرة. عايزه بس اقول لكم على حاجه، ان انا عملت معاكم مقدار كيلو بيتزا. لو انت عايزه تعملي مقدار نص كيلو يبقى بتقسمي كل المقادير، يعني بتنصصي كل المقادير اللي انا قلت عليها. هنيجي بقى للخضار اللي هنحطه فوق البيتزا زي ما انتوا حابين. انا هنا معايا طماطم، جبت 4 أو 5 حبات من الطماطم. غسلتها كويس جدا وقطعتها كده من النص وشلت قلبها. انا عايزه اللحم بس. بقطعها كده بالطول وبالعرض، انا عايزاها مكعبات صغيره. كمان هعمل فلفل بنفس الطريقه، الفلفل الرومي. ولو عندك كب على فكره تقدري ان انت تقطعيه في الكبه، ما عندكيش اعمليه كده بالسكينه زي ما انا عملت كده بالطماطم. كده معايا بصوا الفلفل والطماطم جاهزين. حضرت صينية مقاس 26 بتاعت البيتزا أو البسبوسة ودهنتها بمعلقة زيت. وبجيب بقى أول عجينة كده. طبعا احنا مقسمينها ل4، فجبت كده أول كورة وابتدي إن أنا أفردها في الصينية. بصوا بتتفرد معاكم بكل سهولة. أهم حاجة كده واحنا بنفردها
نعمل حواف من العجينة كده على الصينية عشان يكون شكلها زي اللي بنجيبها من بره بالظبط، ونضغط كويس جدا. بعد كده بجيب شوكة وابتدي ان انا اخرم العجينة عشان متنفخش معانا في الفرن. هنحط دلوقتي بقى صوص البيتزا اللي احنا حضرناه، شايفين القوام بتاعه عامل ازاي ولونه تحفة. ده اسرع واحلى صوص بيتزا هتجربوه في حياتكم، ما خدش اي وقت كده وكله ني في ني، وبجد النتيجة بتاعته حلوة قوي. انا حطيت كده معلقتين كبار، عايزه اقول لكم ان انتوا ممكن تزودوا او تقللوا زي ما انتوا حابين، بس يعني هو معلقتين كبار كده يعني كان الصوص مظبوط جدا على مقدار الصينيه دي. بعد كده حطيت شويه من الجبنه الرومي المبشوره، وهنا معايا جبنه موتزاريلا الحامضه، احط كده كميه مش كتير يعني احط شويه كده. الحشو بقى براحتكم، يعني اللي انتوا عايزين تحطوه حطوه، اللي عندكم حطوه، يعني ما تقيدوش نفسكم باي حاجه، الحشو دي براحتكم. واحط كده شويه من الفلفل الرومي اللي احنا قطعناه وشويه من الطماطم. ممكن تحط على فكره عصاج من اللحمه المفرومه او عصاج الفراخ، او هوت دوج او سوسيس او كبده زي ما انتوا حابين، بس طبعا كل الحاجات دي لازم تكون مستويه لان البيتزا ما بتاخدش وقت في الفرن وهي بتستوي. بصوا انا لقيت عندي كبده كده حتت صغيره قمت مقطعاها وحطاها. ما عندكيش ما تحطيش، يعني زي ما قلت لكم زي ما انتوا حابين. وبحط شويه كده من البصل، انا بحب البصل في البيتزا جدا جدا، لو انت مش بتحب البصل في البيتزا شيليه، بس بجد بيفرق قوي في طعمه. والكميات بقى زي ما انتوا حابين، هحط كده شويه من الزيتون، انا هنا معايا زيتون اخضر او اسود زي ما انتوا حابين، بس ما لقيتش اسود فحطيت اخضر. شايفين بقى الجمال تحفة. بصوا بقى، احطوا بقى التركية دي بقى بتاعتي، والله ما هتلاقوها عند اي حد، رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود ورشة من الزعتر ومعلقة كبيرة كده من الزيت ووزعوها. شوفوا بقى جمال البيتزا بعد ما تطلع من الفرن. المفروض ان انا دلوقتي كده المفروض ان انا اسويها، يعني المفروض ان هي تدخل فرن دلوقتي سخن على درجة حرارة 250، وحطوا الشبكة بعد الصاجة على طول عشان ما تاخدش وقت في الفرن. تطلع بقى تستوي، نديها الرشه اللي انا اديتها دلوقتي دي. انا بقى سرحت وقعدت احط في الجبنه الموتزاريلا وده غلط، لو حطيتوا الجبنه الموتزاريلا قبل ما البيتزا تستوي الجبنه مش هتمط معاكم. فانا رجعت بقى شلت كل اللي انا حطيته دوت، وهرجع اسويها زي ما قلت لكم. اهم حاجه بس ان انا هدهن كده الحواف بتاعه العجينه بالحليب. بعد كده ادخلها الفرن تستوي وهوريها لكم بعد ما تستوي. ودي كده البيتزا بعد ما استوت. عايزه لكم يا جماعه خلي بالكم من التسويه عشان دي مهمه جدا، عشان البيتزا تطلع معاكم هشه وطريه وما تكونش ناشفه. لازم الفرن يكون سخن جدا جدا على اعلى درجه حراره، ولازم الشبكه تكون بعد الصاجه على طول. خدت معايا في الفرن من 10 ل 12 دقيقه، لقيت البيتزا من تحت كده خدت لون دهبي حلو، طفيت الفرن وطلعت البيتزا واديت لها باقي كميه الجبنه زي ما انتوا حابين. وادخلها بقى تحت الشوايه لمده دقيقه، مكتروش عليها تحت الشوايه عشان الجبنه متنشفش معاكم. اهم حاجه وهي تحت الشوايه اقعدوا لفوا الصينيه كده علشان الجبنه كده كلها تسيح في وقت واحد، ما يكونش جنبي ساح وجنبي لا عشان ما تنشفش منكم. بعد كده بطلعها وبنسلكها وبتتقلب معانا من الصينيه بكل سهوله. شايفين البيتزا عايزه لكم سخنه جدا مش عارفه اقطعها. حبيبه قلبي اللي طلبت مني البيتزا، اتمنى ان هي تشوف البيتزا وتعجبها ان شاء الله وتجربها وتقولي رايها فيها ايه. طريقه سهله وبسيطه وعايزه لكم مش مكلفه خالص. بصوا انا مش عارفه امسكها بجد كانت سخنه جدا، بوريكم قد ايه الجبنه بتمط كده بالشوكه. طعمها حلو جدا جدا. سعرها بره غالي، مهما تكلفاه في البيت مش هيجي ابدا زي اللي بتتباع بره. جربوها، العجينه هشه وطريه وطعمها حلو جدا. طبعا البيتزا بتتكلم عن نفسها. ان شاء الله تعجبكم. وده كده كان الفيديو النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو بتشوفوا قناتي لاول مره يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل، وما تنسوش يا حبايبي اللايك للفيديو. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.